السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والصحة وهنا وسعادة دايما على طول يا رب. شايفين بقى ما شاء الله ده هنعمل مخلل البدنجان اللي هو الاسود ده. هو انا مش عارفة انتوا بتقولوا عليه ايه عندكم، بس هو هنا في ناس هو ده. المهم يعني ان هو ده بتاع المخلل مش عارفة هو اسمه ايه بالظبط عندكم. وهنا معايا معلقة كمون صغيرة ومعلقة كزبرة صغيرة ومعلقة بابريكا صغيرة ومعلقة ملح. وهنا معايا الليمون وراس تومة اللي هي فريش يعني، ودي هريسة شطة كانت عندي في الفريزر. هنا اول حاجة هنعملها هنشيل الراس بتاعة البدنجانية كده او والزيت والخل، معلش كنت هنساهم. هنا بقى هوريكم هنشيل دي كده زي ما انتوا شايفين، بس ما ينفعش نعملها بالسكينة، احنا هنشيل دي بس. بتشتل بكل سهولة بالايد يعني، لما يكون اخضر كده فريش بتشتل على طول. طبعا هنشيلها كده زي ما انتوا شايفين، ومجهزة حلة فيها مية على البوتاجاز علشان زي ما هو كده هسقطه في المية يعني، او هنزله في المية. هنا بقى كده يا حبايب قلبي في بعض الواحدة كده كبيرة، فهقسمها علشان العلبة اللي انا هحطها فيها مش هتاخد الطول ده يعني، هو رفيع كده شوية بس طويل يعني. هنا بقى ادي المية هسقطه هنا كده او هنزله في المية زي ما قلت لكم. احطه في الحلة كده يعني، هو بالظبط مش هياخد تلت ساعة يعني، مش هيكمل تلت ساعة على النار. طبعا عشان اضغط البدنجان تحت في المية حطيت الطبق ده ومليته مية عليه. هنا خلاص كان استوى بقى وهطلعه. واول ما طلعته هنا زي ما انتوا شايفين هعمل فيه فتحة كده، وشايفين ما شاء الله من جوه مش اسود ولا حاجة يعني، لونه فاتح. ولسه محطتش فيه اي حاجة على فكرة، ولا حتى الملح. مش عارفة بقى انتوا بتحطوا مية يعني في المية ملح ولا لا. تعالوا بقى هنا نعمل الخلطة بقى الجميلة دي، بجد هتخلي طعمه جميل. انا عايزة اقول لكم انا بعمل كده. هنا حطيت هريسة الشطة وعليها الثوم والكمون والكزبرة والبابريكا ومعلقة الملح، وهنا نص المج الصغنن ده خل ماشي. وطبعا الزيت مش دلوقتي، الزيت هنا هنحط عصير بالظبط، هعصر ليمونة او 2 بالظبط يعني. لا يا ربي، هعمل ليمونة ونص، احط عصير ليمونة ونص. شايفين هنا بقى ضربتهم في الخلاط، وهي دي بصراحة العلبة اللي عندي انا، مش متوفر عندي علب غير كده يعني. تعالوا بقى انا هوريكم هنا دلوقتي. شايفين ما شاء الله بقى هحشي كده في الفتحات دي. انا عايزه اقول لكم بعمل مونتاج للفيديو ده بعد ما اكلناه على فكره. هو قعد 3 ايام 4 ايام بالكتير. شايفين ما شاء الله من جوه لونه فاتح ازاي، جميل بصراحه. حبايب قلبي بتمنى ان انتوا لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. وبتمنى تكملوا مشاهدة الفيديو للآخر. هو عامة كده خلاص يعني، بس ما تنسانيش بقى المهم باللايك. هنا شايفين انا هبدأ اللي هو ارصه كده يعني، هو هيجي طبقتين بس. وبعد كده هحط بقى هرش عليه يا جماعة رشة زيت. طبعا الملح اللي انا حطيته على حسب رغبتك يعني. هنا بقى كده خلاص. طبعا اللي فاضت مني دي انا على فكرة حطيتها للمحشي، كانت جميلة والله الدقة اللي فاضت دي. هنا رشات الزيت. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسانيش بقى باللايك يا حبايب قلبي يا حلوين. وبتمنى ان انتوا تجربوا. مع السلامة.